اختبار التربية الرياضية جت دلوقتي، ميعادها بدأ. فاتأكد ان انت تشوف الفيديو الاخر عشان هجيب لك خلاصة الخلاصة في الفيديو ده. اختبارات التربية الرياضية تبدأ من يوم 12/7 لحد 24/7، ده الكلام دوت على حسب كلية تربية رياضية على الموقع الرسمي. فانت لسه معاك 10 ايام، فالموضوع تبقى مظبوط معاك قوي يعني. تروح بايه؟ اول حاجه تروح بتيشيرت رياضي وشورت وكوتشي، ما تروحش بتشبشب عشان ممنوع، وما تروحش ببنطلون جينز. الكلام ده للبنات او الصبيان على فكره، الاتنين نفس القواعد ونفس كل حاجه. ممنوع بنطلون جينز، ممنوع بنطلون مقطع. البنات ما تروحيش بجيبه، روحي بطقم ترنج رياضي يعني عشان هنجري كتير قوي. واهم نقطه ما تنساهاش، اوعى تنساها عشان اخوك اتبهدل بسبب الحوار دوت. روح بفيزا عشان المصاريف كلها بالفيزا، اي فلوس في الكليه بالفيزا. اليوم الاول هيبقى عباره عن مصاريف، تروح تدفع المصاريف وخلي معاك في الفيزا 50 جنيه زياده علشان ممكن تحتاجها في اي وقت، عشان ما تعطلش معاك في النص وتدور على حد يدفع لك بالفيزا وتديله الفلوس كاش، وهتبقى صعب تلاقي الموضوع دوت. فروح بفلوس زياده يعني. بعد ما تدفع المصاريف تطلع على حاجه اسمها كشف طبي مبدئي. كشف الطبي المبدئي ده بيشوف ضربات قلبك كويسه ولا لا. بعد كده اختبار القوام. اختبار القوام دوت حوار انت بتخش بهدوم الداخليه، بتخش كده تقف قدام الدكتور وهو قاعد يقعد يبص عليك وكده. تمام، لف يمين لف شمال. نقطتين. والله العظيم ده حصل، والله العظيم اخوك حصل فيك كده، تخيل يا صاحبي. ممنوع الكلام ولا كلمه، ممنوع تبص يمين وشمال، ممنوع تضحك تقول اي تعبيرات، هتاخد غير لائق على طول. خلاص كده انت سقطت في الاختبارات. فالمهم تخلص اختبارات القوام، ما تطلع على الاختبار المهاري. ايه هو الاختبار المهاري؟ بيشوف الرشاقه عندك، جري ما بين الكونزات والتوافق الحركي ليك يعني وكده. ده بالنسبه للاختبار المهاري. بعد كده المفروض كان في كشف طبي بس هم مش كاتبينه في البوست، مش عارف ليه. ده بيبقى بره الكليه. بتروح الكليه بيبقى معاك برضو ورقك وكده، وتطلع الكليه بتاخد كشف طبي للعين، وكشف طبي المناخير وللودان. كشف العين ده بيشوف نظرك كويس من بعيد وكده. الودان بيحط لك حاجه كده زي الخازوق في ودانك كده، يقعد يخزق لك في مناخيرك في ودانك. وبعد كده مناخيرك نفس الكلام برضه يقعد يخزق لك فيها. معرفش ايه الفكره. ده الكشف الطبي اللي في المستشفى. معرفش هو مش موجود في البوست، هسيبه لكم هنا. خدوا سكرين برضه عشان ايه ما يضيعش منك، احتياطي يعني عشان تبقى عارف النظام في لو هتروح المستشفى يعني. في الاغلب ده هيحصل يعني. اليوم التاني بقى اختبارين، اختبار شخصي واختبار بدني. الاختبار الشخصي ده بتقف وقدامك ورقه بتقول فيها وانت واقف كده الاسم وساكن فين بصوت عالي وواضح. لو عندك اي مشاكل في النطق ألدغ بتاع، خبي الموضوع دوت عشان ايه؟ عشان لو عرف هيكلمك ممكن يديك غير لائق كمان. واتكلم بثقة، صوتك عالي، وقف صدرك فوق، وشك لقدام، ما تبينش اي نوع من انواع الارتباك عشان هما بيلاحظوا كلهم. وبالتوفيق يا صاحبي. الاختبار التاني بقى اختبار البدني. ده بيبقى عبارة عن ايه؟ اختبار قوة، عقلة وضغط. السرعة بيبقى عبارة عن اختبار جري 100 متر، وكان في تحمل جري 800 متر. البنات بيبقى 50 متر و400 متر. النص السرعة 50 والتحمل 400 متر. بسيط على فكرة، سهل. 100 متر ده قصيرة قوي. ال 800 هي اللي كانت بالنسبة لي صعبة الصراحة. انا خدت فيها مركز مش عارف 12 13، بس اهو زي ما قدامك دخلت، ما تقلقش يعني. مركز 12 13 هم بينجحوا تقريبا لحد لا بينجحوا ياما. انا في ناس اخدت 16 ومعايا في الكليه دلوقتي، فدونت وري يعني. واختبار المرونه بيبقى عباره عن بتقف كده واسترتشات للرجل، بيشوف مرونه الرجل عندك عامله ازاي. شروط الاختبار: شعر قصير وده محلوقه، شرط اساسي. لو شعرك طويل احلقه، لو شعرك عالي احلقه ودقنك خففها عشان مش هيدخلوك، ولو دخلوك هتسمع كلام ملوش لازمه. فمن الاول كده احلقها وخلاص. تاني حاجه ممنوع الوشم، التاتو يعني. لو انت عندك وشم في اي حته خبيه. روح بتيشيرت كم اتصرف. لان حتى لو هم دخلوك برضه هتسمع كلام ملوش لازمه. الدكاتره عندنا في كليه التربيه الرياضيه يا شباب ويا بنات برضو على فكرة، الاتنين الكليتين يعني كل دكاترة بص
شخصيته قويه يعني، مش زي الدكاتره في كليات المجمع وكده، لا شخصيتهم قويه قوي ومتعودين على الحزم يعني، فاهم؟ انت جيش. بنات على فكره نفس الكلام. تالت حاجه سلامه النطق زي ما قلت لك، اللي هو لو ألدغ ولا حاجه. رابع حاجه لبس رياضي، ممنوع سلاسل، ممنوع حلق ولا اساور، ممنوع خواتم، البنات والشباب برضو، كل الكلام ده ممنوع. بناطيل مقطعه ممنوعه زي ما قلنا. الاوراق المطلوبه بقى جهزهم كلهم في دوسيه كده وخليهم معاك على طول، عشان ما لو ضاع منهم اي حاجه انت هتتعطل جامد. ايه الاوراق المطلوبه؟ استمارة التنسيق اللي هي من موقع التنسيق، هتطبعها وتجيبها معاك. وتاني حاجة صورتين بطاقة وصورتين شخصية. وتالت حاجة ورابع حاجة بقى رقم الجلوس صوره، بس الأفضل يعني كل دول صورهم من 3-4 صور احتياطي يعني، عشان ما ايه لو حاجة ضاعت منك، لو حصل أي ظرف طارئ يعني، يبقى معاك زيادة عشان ما تتعكش. أخوك قعد 3 أيام في الحوار ده بسبب كده، بسبب إن في ورقة ضاعت وأنا مش معايا الأصل بتاعتها. كان حوار ابن لذينه. فانت صور كله 4 صور، اسيبهم لك برضو هنا، خدهم سكرين وجهزهم في دوسيه. وبس كده ان شاء الله بالتوفيق يا شباب. اختبارات بسيطة وسهلة، خصوصا لو انت كمان متعود على الرياضة الموضوع هيبقى سهل بالنسبة لك. لو انت بتلعب اي رياضة قول لهم، ولو انت اخد جوائز في اي لعبة كلمهم وهات الاثبات بتاعك. بتلعب في اي نادي قول لهم وهات الاثبات بتاعك، هيظبطوا معاك الدنيا. اخيرا تعال اقول لك حاجه، لو معاك واسطه هتدخل على طول، انا بقول لك اهو. صدقني كل الاختبارات دي مش في بالك يا باشا، في ناس اعرفها يعني، بص يعني هم ساقطين في كله، هم ما ينفعش اصلا في كل الاختبارات ودخل الكليه عادي. فالواسطه، لو معاك واسطه كلم حد من جوه الكليه يتوسط لك هتخش. بس كده الكلية جميلة. لو عايزين فيديوهات، فيديو كمان ايه المجالات اللي بعد من الكلية، وازاي تشتغل وانت في الكلية، وازاي تقبض فلوس وانت في الكلية، ابعتولي. ولو في اي سؤال في الكومنتات وابعتلي اي سؤال وانا هرد عليك ان شاء الله. وبس كده، مع السلامة.